السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير فيه مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعين قناتي وقناتكم، قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده هيكون عن فراخك. طبعا لما بيكون عندك فراخ انت بتكوني جايباها مخصص للبيض، فلو قابلتك مشكلة اكل الفراخ للبيض فدي بتكون مشكلة كبيرة جدا، بتخسرك جدا، لان انت ما بتكونيش عارفة تعملي ايه، او ما بتبقيش عارفة حل المشكلة. المشكلة بسيطة وليها حل، بس انت لو ما عرفتيش تتعاملي معاهم وفضلوا مستمرين على اكل البيض، ده طبعا هيخسرك جامد جدا. فراخك بتروحي تعلفيها بتلاقيها بتبيض، الفراخ بتسبقك، يعني انت رايحه تلم البيض الفراخ بتسبقك وبتاكل البيض بتاعها. طبعا دي مشكله بيواجهها معظم مربين الطيور، وخاصه لو كان متخصص في تربيه الفراخ. بتقابلوا المشكله دي، فدي بتكون مشكله صعبه جدا. المشكله دي طبعا ليها اسباب كتير جدا، بس ليها سبب رئيسي. السبب ده مش هيتغير ابدا. السبب ده هنقوله في الفيديو ده عشان نعرف اسباب المشكلة دي وايه الحلول بالظبط للمشكلة دي اللي المفروض ان احنا نعمل. اول حاجة، احنا لما بنروح كده نلم البيض بنلاقي بيض مكسر، يعني بيض مكسور كده ومتاكل منه. طبعا بيكون الفراخ هي اللي كلت من البيض ده. لكن انا في مره برضو كان عندي بط، فاتفاجئت ان البط هو اللي كان بيروح ياكل البيض. كان ذكر بط اسمر كده، اتفاجئت ان هو برضو بيروح ياكل البيض. يعني انت بتراقبي، بتشوفي الفراخ اللي بتاكله، بتشوفي البط اللي بياكله، بتشوفي ايه بالظبط اللي بياكل البيض. طبعا هنشوف هنعمل ايه، او هنحل المشكله دي ازاي. طبعا اول حاجة المشكلة دي السبب بيكون فيها ايه؟ السبب للمشكلة دي بيكون هو نقص الكالسيوم، يعني الفراخ بتاعتك عندها نقص في الكالسيوم. عشان نحل المشكلة دي اول حاجة هنعوض الدجاج بالكالسيوم، يعني نديله كالسيوم. وفي اكتر من طريقة عشان تدي كالسيوم للطيور بتاعتك، او تعوضي الطيور بتاعتك بالكالسيوم ده من غير ما تديهم ادوية تماما. اول حاجة يعني هنديلهم الكالسيوم ازاي. مش هتروحي تجيبي دواء من الصيدلية، لان كلنا عارفين ان الادوية غالية جدا. فاول حاجة هتعمليها ان الفراخ بتاعتك اما يكون عندك بيض، طبعا كلنا بنستعمل البيض ان احنا بنسلقه، القشر بتاعه ما ترميش القشر ده ابدا. القشر ده هو اللي هيكون حل المشكلة بتاعتك. هتجيبي قشر البيض ده بتطحنيه وبتقدميه للفراخ بتاعتك. الوجبة بتاعت قشر البيض ده بتساعد الطيور بتاعتك على تعويض الكالسيوم عند الفراخ. ولازم تقدمي قشر البيض المفروم ده انت بتطحنيه في كبة الخلاط، او ممكن تدقيه لو عندك هون. بتدقيه جامد وبعدين بتحطيه للفراخ بتاعتك باستمرار. لان كل ما تاكل بيض، كل ما تاكلي بيض حاولي ان انت تجمعي القشر ده. القشر ده هو اللي بيكون حل المشكلة اللي احنا بنواجهها دي. لان قشر البيض فيه كالسيوم، نسبة كالسيوم عالية جدا، فاحنا كده بنعوضهم الكالسيوم اللي هم بيكونوا مفتقدونه، وعشان كده بيجروا جري جامد جدا ان هم ياكلوا البيض. يبقى اول حاجة قلناها ان احنا هنقدم لهم وجبة قشر البيض دي باستمرار عشان نعوض الكالسيوم للفراخ. في حاجة تانية برضو بتدي للطيور بتاعتك كالسيوم كويس جدا، ان انت تجيبي الحجر الجيري، الحجر الابيض ده اللي طبعا عارفينه اللي بيكون في المباني. هاتي الحجر الابيض ده وكسريه جامد جدا، دقيه كده، بس حاولي ان انت تدقيه ناعم وتحطيه برضو على الارضيه كده في المكان اللي الفراخ بتبيض فيه. فمجرد ان هي تنقر وتاكل في الحجر الجيري ده بيديلها نسبة كالسيوم برضو جامدة جدا. في حاجة كمان، حاجات كتير جدا ان احنا ممكن بنعوض الطيور بتاعتنا الكالسيوم بيها.
زي ما قلنا اول حاجه قشر البيض المطحون، تاني حاجه الحجر الجيري، الطوب اللي بندقه وبنحطه تحت رجلين الفراخ. برضو في حاجه برضو بتعوض الكالسيوم ممكن تجيبيها برضو، اللي هو الجير المطفي. الجير المطفي ده بتحطيه في طبق كده لوحده وبتحطيه للفراخ بتاعتك ويكون قدامهم باستمرار على طول. برضو بتجيب شوية رمل كده، طبعا كلنا عارفين الرمل، ممكن تجيب شوية رمل وشوية زلط من الصغير ده برضو، وتحطيه برضو تحت الفراخ. ده بحاجة برضو بتساعدهم على الهضم، بتساعدهم على امتصاص الكالسيوم بسهولة. برضو في حاجة ان انت برضو لو قدمتيها للدجاج هتعوض الكالسيوم ده. الدجاج ده لما بياكل الجير وقشر البيض فترة، لازم برضو تغطي مكان البيض بقماشة كده او بخيشة، يكون المكان اللي بيبيضوا فيه برضو يكون معتم تماما، يعني ضلمة كده عشان ما يشوفوش البيض وينسوا العادة الوحشة دي، ما يشوفوش البيض وياكلوه. بعد ما تعودوا كده ده هيكون برضو علاج لغاية ما يبقى عندهم نسبة كالسيوم كتير في جسمهم. فدي هتعوضهم عن أكل البيض. يعني شوية حاجات بسيطة كده انت بتعمليها، لكن مفعولها بيكون زي مفعول السحر كده. بتخلي الفراخ بتاعتك تقطع بيض. حاجات رخيصة، الجير المطفي الكيلو ب2 جنيه، قشر البيض انت كده كده بترميه في الزبالة فانت هتستغليه، حجر طوب بتجيبيه وبتنعميه للطيور بتاعتك. فكلها حاجات بسيطة جدا لكن بتعالج مشكلة كبيرة جدا، لان ده هيكون خسارة جامدة ان الفراخ اللي بتبيضها تاكله، فدي هتكون خسارة جامدة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.